ايوه يا بنتي. لا لا لا، انت هتاخدي الدواء ده هتبقي زي الفل. اه طبعا انا عارفه. اكيد. خليكي معايا ثانيه واحده. ازيكم عاملين ايه؟ ما تنسوش شير ولايك وسبسكرايب، اهم حاجه الشير. ها، عايزين نوصل اكبر عدد ممكن. ادخل انت يا محمد بالانترو. يا هلا والله، اهلا بيكم في الحلقه الثانيه من الموسم الثاني. نورتونا ويلا بينا. سارة هو ايه اللي حصل في الدنيا؟ في ايه يا محمد؟ ايه اللي حصل بس؟ الهبد بقى منتشر جدا بدرجه كبيره قوي، يعني استنى كل بس الناس. خلينا نسمع الناس قالوا ايه ونرجع. الفرخة الأول ولا البيض؟ الله اعلم. الله اعلم. المفروض الفرخه يعني. ليه؟ الفرخه هي اللي بتجيب البيضه، فاحنا هنجيب البيضه ازاي من غير ما الفرخه هي اللي تجيبها؟ زينا كده بيبقى فيه تزاوج وحاجات، فالفرخه بقى تجيب البيضه والبيضه تفقس تجيب فرخه وهكذا يعني. هو الله اعلم. اقول لك ايه؟ انا اللي جيت الاول. الفرخ البيضه، ما هو الفرخه بتجيب البيضه، فاهم؟ والبيضه بتجيب الفرخه، فانا مش عارف. فرخة. ليه؟ ربنا خلق الفرخة الأول وبعدين ابتدت تبيض. الفرخة عشان ربنا قال وخلقنا من كل شيء زوجين. يا رجل الفرخة. البيضة. الفرخة. ليه طيب؟ عشان ربنا قال وجعلنا من كل زوجين اثنين، يعني اللي هو خلق زوجين اتنين بعد كده البيض جه والشغل ده، بس ما عنديش معلومات قوي يعني. نفس المعلومة. زيه يعني. تفتكر الديناصورات جت امتى؟ الديناصورات جت امتى؟ زمان قوي، ده من 4000 قرن مثلا، 50,000 قرن، حاجه في الافريج ده يعني. كتير قوي. مش عارفه بالظبط بس هم كتير. 7000 8000 مثلا. 2000. اضرب يا عم. 2000 شهر سنة. 3000 سنة عمر الديناصورات. حاجة كمل امتى ولا عمرهم عموما؟ يعني هم كانوا موجودين بقالهم كام سنة؟ 3000 سنة عموما. والفراعنة؟ الفراعنة 7000 سنة. يبقى مين الأول، الديناصورات ولا الفراعنة؟ الديناصورات مش 3000 سنة، أكتر من كده، ملايين السنين. لا دي صعبة، دي ممكن تكون جت في عمر، أقول لك هجريا ولا ميلاديا. طيب تعرف تقول لي عمر الأرض بقى؟ عمر الأرض ده 4.5 مليار سنة. يعني قبل الديناصورات بملايين السنين برضه. تقدر تقول لي مين اكتشف فكرة الأهرامات؟ الفراعنة. مين في الفراعنة؟ أساميهم خوفو وخفرع ومنقرع. هو اكيد مهندس، بس مش الملك نفسه، يعني مش زوسر، هو مهندس من زمان بس ما اعرفش. لا ما اعرفش، ما عنديش فكرة الصراحة. صاحب فكره الاهرامات؟ لا. أنه فرعون. انهي فرعون يعني كفراعين؟ تقريبا خوفو او لا زوسر قبل خوفو. كأس العالم سنة 30. اكيد ما اعرفوش، بس حد من الاورجواي اكيد يعني. مارادونا. طيب وسنة 1922؟ 1922. بليه. تمام. تقدر تقول لي الحرب العالمية الأولى كانت سنة كام؟ 1942. الحرب العالمية الأولى 52. تقدر تقول لي الملكة إليزابيث اللي هي ملكة بريطانيا حضرت كام كأس عالم؟ هي ماتت وعندها 100 سنه اقل حاجه، فقسمهم على 4، 25 كاس عالم. كتير. هي فوتت كام واحد؟ هو اللي لا ما فوتتش ولا واحد. اللي فات ده لسه يا ابني. يا ابني ماتت. ماتت قبل 22 ولا ايه؟ ماتت قبل ده. صح. لا كتير، ما اعرفش، بس هي كتير يعني. انا قلت لك ماليش في الكوره. محمد انت عارف يعني ايه هبد اصلا؟ يعني الفتي. افادكم الله. الهبد او الفتي والناس الهبودة. الهبد في اللغة العربية معناها دهون ثمرة الحنظل. الحنظل ده ثمرة كانوا بياخدوها زمان لما بيخفقوا ويكونوا طالعين للصيد بس ما بيصطادوش حاجة، فبيرجعوا بالحنظل علشان يسووه ويتغدوا بيه. اما بالمصري كده كلمة هبد او هبيد هبود بقى اللي انتوا عايزينه، دي معناها الشخص
اللي بيتكلم كلام جاهل وهو ما يعرفش اصلا هو جاهل بالمعلومه دي. طيب محمد، الناس بتهبد ليه؟ بصي، هو في كذا حاجة. اللي بيهبد بيبقى فاكر نفسه ابو العريف، او يعني اللي هو بيلقطها وهي طايرة يعني. وحاجة كمان، في ناس بتموت في الهبد، ولو قال ما اعرفش يبقى كده هو ناقص، واللي هو ازاي. ايوه بالظبط، دي اكتر حاجه بحسها قوي. هتخسر ايه يعني لو قلت معرفش؟ والله مش عارف. المهم ان من اسباب الهبد انك بتكسل تدور على المعلومه، فبتفتح الكام كيس اللي في مخك وبتبدا تقول بسم الله الرحمن الرحيم اول هبد. دلوقتي هيجي لك يا ساره هبيت باشا ويقول لك فيها ايه يعني لما اهبد؟ الدنيا تتهد. فعلا الدنيا هتتهد. عزيزي الهبود، هل تعلم او هل تعلمي ان كل هبده بتقولها ممكن تاذي حد فعلا؟ الحد ده كان فاكر انك فعلا عارف المعلومه وعمل بيها وبرايك ونصيحتك ولبس. الهبد بيأثر على الشخص الهبيد لانه بيبقى فاكر انه عارف المعلومه وهو اصلا ولا يعرف حاجه. ان احنا نعترف بجهلنا في الشيء ده او في الموضوع ده مش بينتقص مننا اطلاقا. وبيأثر كمان على الشخص متلقي الهبده لو هو ما عندوش الوعي الكافي وبيصدق اي حاجه بتتقال له وخلاص. محمد، ما تحكي لنا كده موقف حصل معاك في الهبد. والله جيت المفروض عشان اسقي نبته، المفروض النبته دي بتسقيها في التراب مش بترش عليها على الورق. انا رشيت على الورق وقال لي انا كده سقيتها. ساره، ما تقولي لي كده، لو انا عاوز ابطل هبد ابطله ازاي؟ الهبد حله انك قبل ما تتكلم فكر، هل انت فعلا الشخص اللي عنده المعلومه اللي هتفيد الشخص اللي بيسأل ولا لا؟ وما فيهاش حاجه خالص انك تقول مش عارف على الحاجه اللي انت مش عارفها. واهم حاجه بقى تدي العيش لخبازه. يعني ايه؟ يعني لو حد سألك عن حاجة وانت ما تعرفهاش لكن عارف حد عارف في المعلومة دي اكتر منك او هو عنده العلم بيها، ممكن تقول له يروح له. يعني لو حد تعبان وسألك عن الاعراض اللي هو بيعاني منها ما تفتلوش وتقول له دواء، لا، قول له يرجع للدكتور. تفتكر يا محمد الهبد ده في ايه؟ يعني ممكن الناس تهبد في ايه يعني؟ يوه، ده في كل حاجة، في الدراسة والطب والأكل والدين وعد ورايا. صحيح، في نقطة مهمة جدا جدا جدا، 3 جدا. احذر احذر احذر، 3 احذر انك تفتي في الدين. ده فيه تحذير مهم وخطير جدا من الله عز وجل. في الآية الكريمة قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وتحذير كمان للناس اللي بتستشهد بالحديث من غير ما تتأكد منه وما بيبقوش عارفين هو صح ولا لا. في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. على فكرة بقى، الهبد ده مش صفة حلوة خالص، حاول تتخلص منها. زي ما قالوا الحكماء: من قال لا أدري أو من قال لا أعلم فقد أفتى. بصي، هو أنا يعني في المكالمة اللي فاتت أنا كنت بهبد وأنا أسفة، يعني نرجع للدكتور أحسن. أوكي، سلام. الحمد لله عدت على خير، أشوفكم الحلقة الجاية. سلام. ما تنسوش اكتبوا لنا تحت في الكومنتس مواقف تعرضتوا لها في الهبد أو انتوا هبدتوا فيها.